تحية وتهاني من القلب مني من الكابتن أبو تريكة ومن حاتم لما قدمه مرموش ولهذا الهاتريك. تحية لك محمد. وكذلك طبعا كانت المباراة مهمة بالنسبة للسيتي، ولكن الأهم ما حققه النجم المصري عمر مرموش. تحايا من كباتن في الاستوديو محمد سعدون، محمد أبو تريكة وحاتم الطرابلسي، تهانينا لهذا الفوز. هذه الابتسامة التي أراها الآن تخفي الكثير من الأشياء، السعادة والفرح والاحتفاء، ليس فقط بتسجيل أول أهدافك مع السيتي في الدوري الإنجليزي، ولكن بتسجيل ثلاثية، وكذلك ساعدت الفريق في هذا الفوز اليوم، وأيضا يعني نلت جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. بماذا نبدأ؟ بأي نقطة؟ اولا تحيه كبيره للكباتن اللي في الاستوديو. طبعا احساس مش طبيعي، اول هاتريك ليا في مسيرتي الكرويه. نزلنا من اول دقيقه كنا مركزين في الماتش، وشفنا الرياكشن، رد الفعل بتاعنا من الماتش اللي فات. ولازم اشكر اللعيبه في فرقتي وكمان الاستاف والمدرب وكل الناس ان هم من اول يوم، وانا حاسس ان انا حته من الفرقه دي بقالي كتير. والحمد لله اظهرت نفسي بالشكل ده، وانا مبسوط بالثلاث اجوان ومبسوط اكتر بالثلاث نقاط. بس خلاص ده ماتش ورانا، قدامنا ماتش كبير كمان كام يوم، فاحنا خلاص هنركز في الماتش اللي بعده باذن الله. هنالك السؤال من كابتن محمد ابو تريكة مباشره لك. انا ساستمع للسؤال وسأوجه سؤال لك. تفضل محمد. تفضل كابتن محمد. اولا هو مبروك وانطلاقه مميزه ليه، وما شاء الله عليه بيلعب وهو مستمتع. مبروك انطلاقه مميزه واول هاتريك تلعب وانت. فانا عاوز اقول له اي اجمل هدف من الثلاثه. هما الثلاثه حلوين بس ايهما اجمل ليه بالنسبه له؟ هو ذات السؤال سبحان الله الذي كنت اريد ان اساله. انت سجلت 3 اهداف، ما هو الهدف المفضل والاجمل بالنسبه لك؟ هذا السؤال ابو تريكة. كابتن ابو تريكة ربنا يخلي حضرتك، اولا شكرا جدا. احسن هدف بالنسبه لي كان اللي هو اللوب من فوق الجون، اول جون، عشان ده احساسه مش طبيعي. وطبعا الثالث يعني ان انا اكمل الهاتريك، بس اول جون يعني لو شفت في الاعاده وانا بحتفل وكل الكلام ده كنت مبسوط جدا. والحمد لله ان ده حصل، وان انا جبت 3 اجوان، وان احنا كسبنا الاهم، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. وانا هضيف سؤال اخر لسؤال محمد ابو تريكة. ما هو اول شيء خطر ببالك بعد ان سجلت الهدف الثالث؟ اول شيء ان انا وصلت النادي، انا وصلت مانشستر سيتي. ده كان احساسي، والتعب، كل التعب اللي انا تعبته في حياتي كلها ان انا اوصل للحظه اللي انا فيها دي، ان انا اكون بلعب في احسن نادي في العالم واحسن دوري في العالم، ان انا اظهر نفسي بالشكل ده. طبعا كان احساس مش طبيعي. طبعا بعد كل التعب ده بتبقى حاجه زي هديه للواحد ان الواحد يظهر نفسه بالشكل ده. بس ان شاء الله اللي جاي احسن. خلاص ده ماتش وعدى، وزي ما قلت قدامنا ماتش كبير، وباذن الله نبقى قده، وان شاء الله خير. سؤال اخير من محمد سعدون. تفضل محمد. أنا سؤالي لا عن ارتداء القميص 22 مع المنتخب، ما هو السبب؟ يعني سؤال حول ارتداء قميص رقم 22 مع المنتخب، ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ ايه السبب؟ ما كله عارف السبب طبعا. كابتن محمد رقم 22 كان دايما مثلي الاعلى، ودايما بتفرج على فيديوهات الكابتن ابو تريكة زمان، وهو طريقه لعبه بتفرح كل الناس وبتبسط كل الناس، فطبعا شرف لي ان انا اكون لابس رقم 22. شكرا لك عمر، مزيد من التوفيق، وشرف لنا ان كنت اليوم معنا في هذا اللقاء، ومزيد ان شاء الله من الانجازات والنجاحات. شكرا لك. شكرا لك محمد. اعود اليكم في الاستديو. شكرا. شكرا لك يا ضياء، شكرا لمرموش، يستحق الكرة الصفراء، يستحق الهاتريك، يستحق هذه البداية الممتازة. سعداء جدا كابتن محمد بما قدمه مرموش من أداء، من فكر شاهدناه في الكرة الألمانية، من تصريحات حتى عندما كان مع فرانكفورت في كل ظهور إعلامي سواء باللغة الإنجليزية أو العربية أو الألمانية. نشاهد شخصية أكبر بكبير من عمره خارج ملعب وحتى داخل ملعب. هو مش هيبقى الموقف يا محمد. النقلة من الدوري الألماني للدوري الإنجليزي ممكن تخوف أي حد. هو لا واثق، واثق من نفسه. بعدين قال لك من أول يوم شعرت إنه بيتي. وهو شخصية حبوبة، يعني اللعيبة تحبه. حتى شوف التعامل اللعيبة بعد المباراة، وداع في فرانكفورت. ايوه، فهو طريقة لعبه حلوة وفعالة وإيجابية، وتحب تتفرج عليه، تحب الكرة تروح له لأنه عنده الحلول، فاهم؟ ورجليه كويسة على المرمى، شمال ويمين، وكرات ثابتة وفاولات من بره 18 وكور متحركة، وحتى في إجابته للمراكز. هو يلعب في أي تلت
اي مركز في الثلث الهجومي. وكابتن هو يمتلك اللي يفتقده سافينيو ودوكو، اللي هو اللمسه الاخيره والذهاب بشكل مباشر على المرمى. صح، عشان كده هو نوعيه مختلفه. وزي ما قلت لك الميزه اللي في جوارديولا في الاربع ماتشات اللي بيلعبوا فيهم حتى الان انه مش بعده على مرمى المنافسين، هو قريب من المرمى لان هو رجليه كويسه. الفوت ورك بتاعه كويس قوي، وبيعرف يرقص المدافعين ويلعب حراس المرمى كويس، وفي الشمال واليمين مميز، وفي ممكن بعض الاهداف تلاقيها مره واحده وان تاتش. فانطلاقه بالنسبه له انطلاقه مميزه، واتمنى له الاستمراريه. وزي ما قلت حاجه ثانيه يا محمد، هو ملتزم من النواحي الدفاعيه، خلي بالك. يعني النهارده جفارديول ما عندوش زياده عدديه، فهو في الجانب الهجومي فعال وبيسجل وبيصنع، وفي الجانب الدفاعي ملتزم. فالنهارده ده دور متكامل بالنسبه له، ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنه الاصابات. وفي هذا بعد هذا الهاتريك هو رقم واحد في الخطوط الهجوميه مع هالاند في عمليه اختيار التشكيله لكل المباريات القادمه بالنسبه للسيتي. فاتمنى له التوفيق، وان شاء الله هو عنده مقدره كبيره وعنده شخصيه كبيره. الماتشات الجايه ممكن الفريق مش في حالته الطبيعيه وفي موسم نتائج سلبيه، انما هو ما شاء الله تحس انه مركز وعاوز يقول انا موجود، واضافه بالنسبه للفريق في صفقات يناير. ومقبل على اهم مباراه على الاطلاق في مشواره الكروي بقميص مانشستر سيتي عندما يحل ضيفا على ريال مدريد في البرنابيو، وهو متاخر ذهابا ب3 أهداف لهدفين، ومن المتوقع ان يبدا اساسيا في المباراه المقبله على عكس ما حدث في المباراه الماضيه في ملعب الاتحاد.